لو انت مدرب وعاوز تتخصص في الاصابات او حتى اخصائي تأهيل وما تعرفش الفرق بين المصطلحين دول، تبقى حرفيا في كارثة كبيرة قوي. وقبل ما اقولك على المصطلحين دول، صلي على النبي الاول. والفيديو ده تحديدا بخاطب فيه اخصائيين التأهيل والمدربين. والمصطلحين دول ببساطة هم الاوبن كاينيتيك تشين، السلسلة الحركية المفتوحة، والكلوزد كاينيتيك تشين، السلسلة الحركية المغلقة. ببساطة كده، لو جينا لاول حاجة الاوبن كاينيتيك تشين، السلسلة الحركية المفتوحة، هنلاقي ان هو بيركز على ان الجزء الديستال اللي بيكون بعيد للمفصل نفسه بيكون ليه الحريه الاكبر في ان هو يتحرك. ده غير كمان ان هو مش بيحصل فيه اي تحميل على المفصل نفسه. ولو جينا كده وضحناها بابسط الامثله زي تمرين الليج اكستنشن، هنلاقي ان الجزء الديستال هو الفوت نفسها او الرجل بيكون ليها الحريه في انها تتحرك اكتر. وعندك مثلا تمرين زي الشيست فلاي اللي هو تفتيح بالفراشه، وهنلاقي الجزء الديستال اللي فيها الهاند او ايديك بيكون ليها الحريه في انها تتحرك. ده غير كمان مش بيحصل فيها اي تحميل على مفصل الكوع بتاعك. والركبه برضه في الليج اكستنشن. ومن الميزه الحلوه اللي فيها ان هي بتعمل حاجه اسمها ايزوليشن او عزل المجموعات العضليه، وبتدي تركيز اعلى على المسل كونتراكشن فورس، يعني بتركز معاك على قوه الانقباض العضلي. ومن المزايا كمان برضه الحلوه اللي فيها ان هي بتحسن معاك من السترينث، القوه والهايبرتروفي، الضخامه والانديورنس كمان اللي هو التحمل.